أنا بصدد أن أتكلم عن هذه الرحلة وما حدث فيها، فهي يعني كلام يطول ساعات. لكن مثلا قال سبحان الذي عندما يكون الأمر عظيما لا يأتي بالفعل جل وعلا الماضي أو المضارع، كما قال في سور الصف والجمعة والحشر والحديد سبح أو يسبح تغابن، لكن هنا جاء باسم المصدر سبح يسبح تسبيحا. سبحان الله، اسم المصدر الذي ماذا أسرع. السير من يقول أسرع معناه في الليل ليس في النهار، ولكن لماذا جاء أسرى ليلا قبل كلمة بعبدها سنجيها؟ لماذا قال ليلا؟ أي افهم أن الإسراء قد تم في جزء يسير جدا جدا من الليل. لماذا؟ لأن الذي أسرى هو الله، والذي أمر بالمعراج هو الله، وبالتالي ربنا جل وعلا لا يحكمه الزمان، إنما هو يسير ويحكم الزمان. اقرأ مثلا آية سورة الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب والكتاب. قرأت عندنا؟ نعم أحسنت أبو سيد، الكتب. كما بدأنا أول خلق نعيده. اسمع وراء: وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هل طويت السماوات؟ هل قام الحساب؟ هل جاءت القيامة؟ الإجابة لا. هذا الله تعالى يتحكم في الزمن بالماضي بالمستقبل، وكأن القيامة قد قامت وحوسب الخلق وفريق في الجنة وفريق في السعير، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. إذن لا زمن يتوقف الزمن، الذي أسرى هو الله جل وعلا. قال بعبده. انظر في رحلة الإسراء بعبده من السماء الأولى إلى السادسة، عندما توقف جبريل قال فأوحى إلى عبده ما أوحى. وبعد أن صعد إلى العرش أيضا قال بعبده، لم يقل بنبيه ولا برسوله ولا بحبيبه ولا بخليله ولا بمصطفى. لماذا؟ لأن العبودية أشرف شيء للمخلوق ولو كان نبيا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. بعبده. من أين؟ من المسجد الحرام معروف، لكن لماذا إلى المسجد الأقصى؟ الآن العلم الحديث يقول كل الذين يصعدون ويرتقون إلى الفضاء الخارجي من القمر والمريخ وبقية الكويكبات السيارة أو غيرها، نقطة الانطلاق لا تكون إلا من فوق الأقصى. شوف العظمة. قال متى؟ قبل 1000 تقريبا 400 سنة، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أنا لا أريد أن أشرح، لأن الحقيقة كلام يطول. ثم انظر العظمة. وين العظمة؟ اسمع الآية 81 و82 من سورة آل عمران: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم أو لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه. لمن يخاطب رب العالمين؟ مو أنا وأنت، مو أنا وأبو فاطمة وأبو سيف وأبو أكرم، لا. لمن يخاطب؟ اسمعوا جميع الأنبياء المسلمين. يناديه يكلمهم. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري عهدي وميثاقي؟ قال الأنبياء بالإجماع أقررنا. ومن شهد على هذا الإقرار؟ قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
انظر وراها التهديد المن مو إلو إلك العباد. قال يا أنبيائي فمن تولى عن هذا العهد والموثق وخرج وسحب يده من البيعة للقائد العظيم فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ما هو الفاسق؟ الله تعالى يقول إن المنافقين هم الفاسقون. يعني يا أيها الأنبياء من إبراهيم أعلى الأنبياء إلى آدم، طبعا أقصد دون النبي صلى الله عليه وسلم، إن سحبتوا إيدكم من هذا العهد والموثق وما آمنتوا وما صدقتوا أمحونكم من سجل النبوة وأجعلنكم من الفاسقين. أي عظمة، أي عظمة، سبحان الله. انظر، وصعد لكن الموقف وجد الأنبياء. آخر شيء وجد إبراهيم عليه السلام، وقد أقرأكم السلام فقولوا لخليل الله لسيدنا إبراهيم وعليك السلام ورحمة الله يا خليل الرحمن. قال اقرأ أمتك السلام فيسلم عليه. وذكر وصف لنا الجنة، مو هذا كلامي، كل في سماء إلى أن وصل إلى السابعة وإذا بأبيه إبراهيم قد أدار بظهره إلى البيت المعمور، اتكأ على البيت المعمور. السؤال، إن كان آدم في السماء الأولى ونصعد حتى لا نطيل على حضارتكم أخرتكم، وإذا إبراهيم بالسابعة، أين مقام نبيك؟ أحد يقول بالسادسة لو بالخامسة؟ جنة النصر. أحسنت. إذا في مكان لا يعرف مقامه إلا الذي خلقه. ماشي، لما نتجرأ ونقول هو أدنى من إبراهيم، لا، ولا من موسى، ولا لا، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. اقرأ بداية الجزء الثالث من سورة البقرة آية 253 قبل آية الكرسي بآيتين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، شوف الوسط، ورفع بعضهم درجات. ارجع سيدنا عيسى بن مريم، ولا أريد أن أطيل، كل الأنبياء خاطبوا بأسمائهم. يا زكريا إنا نبشرك أو نبشرك، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا موسى واصطنعتك لنفسي، يا نوح إنه ليس، كل الأنبياء إلا هو ما خاطب بأسمائه شريف إكرام له. قال يا أيها النبي، ومرتين قال له بسورة المائدة يا أيها الرسول. فهذا شرف، وهذا الشرف يرجع لنا أتباع أحبابه وأنصاره. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. ولا أريد أن أطيل، لأن حقيقة هذا يبغى ساعات بالتفصيل للإسراء والمعراج والرحلة والأحاديث الصحيحة اللي ثبتت في هذا. لكن الأصح قول علماء الحديث لم يثبت أنه ليلة السبعة عشر، ما عندنا دليل. قصيت هذه المسألة وتعبت عليها، لم أجد دليلا صحيحا يقول أن الإسراء تم في ليلة 27. نعم، من ضمن الآراء 27 وفي رجب وفي شعبان وفي، لكنه كنص دليل قاطع ما عندنا. إذن كل حياتنا هي معراج، ففي صلاتك معراج إلى الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآسف على قال